الساعة اللي مش بتوقف. كان في شقة قديمة في حي شعبي في القاهرة. الشقة دي كانت متهالكة، الجدران متشققة والنوافذ مش نافعة. كان فيها راجل اسمه عادل عايش لوحده، متجوز من فترة طويلة، بس مراته كانت مسافرة مع أولاده في الخارج. فقرر يفضل في الشقة دي عشان يرتاح من الزحمة في البيت الكبير. النهاردة عادل كان قاعد في قعدته قدام التلفزيون زي كل يوم، بيشرب شاي ويشوف المسلسل المفضل ليه. لكن في حاجة غريبة حصلت. في اللحظة اللي كان بيشرب فيها الشاي سمع صوت تك من بعيد زي صوت ساعة. اتلفت عادل عشان يشوف منين الصوت جاي، لكنه ما كانش ساعة قدامه. قال في نفسه أكيد الصوت جاي من الشقة التانية. لكن لما بص كده ملقاش حاجة غريبة. رجع قعدته وكمل شرب الشاي، لكن الصوت ده فضل يلح عليه، صوت الساعة اللي مش بتوقف. الساعة كانت بتدق وبتدق، وكل ما حاول عادل ينساها الصوت يزيد أكتر. مش قادر يفهم ليه الصوت بيزيد مع مرور الوقت. كان زي شخص بيقوله خليك سامع. الصوت ده كان شبه دقات الساعة القديمة، بس مش دقات ساعة عادية، كانت مشدودة كأنها بتدق في عقله. قرر عادل إنه يخرج من الشقة ويحاول يشوف إذا كان في حاجة بره، يمكن يكون في حد عمال يرن الساعة بشكل متكرر. خرج وبص على الشقة، كل شيء كان هادي. رجع تاني للشقة وبدأ يتلف الأماكن اللي فيها. بدأ يحس بشيء غريب بيحصل في المكان، في حاجة مش طبيعية وكأن الزمن وقف هناك. دخل لعند الساعة القديمة اللي كانت معلقة في الحيطة، قرب منها وراح يحاول يوقفها لكنه ما قدرش. الساعة كانت بتدق بقوة وكأنها كانت بتستفزه. بعد محاولات كتير قرر يفتح الساعة من جواها، لكن الغريب إن مفيش حاجة فيها غير عقربين وتج الساعة بيضربوا في مكان فاضي. الساعة دي عادل اكتشف مفيش فيها مكونات ولا عقارب طبيعية، كانت ساعة مش بتوقف. مش بس كده، الصوت اللي كان بيسمعه عادل كان صوت عقارب الساعة اللي بتتحرك في ذهنه. كان العقل بيقوله الوقت مش هينتهي. وفجأة ظهر له ظل في الزاوية البعيدة من الشقة. كان دايما موجود، لكن النهاردة قرب أكتر. عيناه كانت مشوشة كأنها مش طبيعية. لم يقدر عادل يشوفه كويس، لكن كانت هناك صورة تشبه الساعة المكسورة. ببطء بدأ الظل يقترب منه. الصوت لسه مستمر،